الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فما الذي خاف منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما أتخوف عليكم عندي رجل آتاه الله تعالى القرآن فرؤي فيه بهجته، وكان ردءا للإسلام يحارب عن الإسلام، فغيره إلى ما شاء الله أن يغيره، ثم انسلخ منه، عاد القرآن وخرج بالسيف إلى جاره فرماه بالشرك. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الرامي. لما؟ لأن هناك دعوات تقول أن القرآن الكريم لا ينفع في هذا العصر، يجب ألا نأخذ منه شيء إلا إذا وافق عقولنا. عقلك يسمع كلام الله فلا يتدبر. ما حصلت الجاهلية يقول لك أحكام المواريث ظلمة في الإسلام، ما تنفعش، العصر اتغير والدنيا اتطورت. تحت هذا المسمى يدخل في الطعن في دين الله عز وجل. يا أخي، ده الجاهلية على ما كانت من عداء للنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا هذا. تعال معي إلى ثلاثة من صناديد قريش: أبو جهل عليه لعنة الله، وأبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم، والأخنس بن شريح. ماذا فعلوا مع القرآن؟ كانوا يأتون إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، لا يعرف أحدهم عن الآخر شيء. هم الثلاثة جايين بيت النبي ليه؟ حتى يسمعوا القرآن. فإذا أصبحوا التقوا في الطريق ويتعاهدوا ألا يأتون في الغد حتى لا ينظر إليهم الشباب، ويأتون في الليلة الثانية ظنا منهم أن الآخر لا يأتي، فيتقابلون، وفي الليلة الثالثة يتعاهدوا ألا يأتون إلى محمد. ثلاثة على الكفر والشرك والعناد في الوقت ده، وبيسمعوا القرآن الكريم. انظر إلى الأخنس بن شريح ماذا صنع. أخذ عصاه وذهب إلى أبي سفيان بن حرب وقال له: ما تقول في كلام محمد؟ إيه رأيك في القرآن اللي بيراه؟ قال: يا أبا ثعلبة، والله إنه يقول كلاما أعرفه وأعرف ما يراد منه، ويقول كلاما لا أعرفه ولا أعرف ما يراد منه. فقال: صدق، وأنا أجد مثل ما تجد. ثم ذهب إلى أبي جهل عليه لعنة الله وقال له الأخنس: ما تقول في كلام محمد؟ إيه رأيك في القرآن الكريم؟ قال له: نحن وبني عبد مناف تساوينا، حتى إذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه، فأنى لنا ذلك، إحنا زي بعض. قال له: يا أبا الحكم، دعك من هذا، ما تقول في محمد؟ قال: والله، شوف أبو جهل يقول لك إيه، ما كذب محمد قط. شهادة الكفرة في عصر النبي
بصدق القرآن وإنه نزل من عند الله. أما في زماننا فتجد العجب العجاب، يقول لك لا ما ينفعش، لازم يتغير لأنه ما عادش واقف العصر بتاعنا. سبحانك يا رب، ده الوليد بن المغيرة سيد من سادات قريش أرسلوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجل عالم وسيد، وجاء إلى النبي فسمع القرآن فرق له. لما سمع كلام ربنا وهو كافر ماذا قال فيه؟ قال رق له عكرمة رضي الله عنه، فعلم بذلك أبو جهل فأتاه فقال له إن قومك يجمعون لك المال. فقال لما؟ قال لأنك أرسلناك إلى محمد فرققت له، فلا بد وأن تقول قولا تظهر فيه أنك تكرهه وأنك تنكره. انظر ماذا قال الوليد بن مغيرة في القرآن الكريم. قال والله لقد علمت الشعر والرجز وأشعار الجن، ليس هذا الكلام يشبهه. كلام اللي جاي ده من عند ربنا مش من بشر أبدا. قال لكن قل فيه قولا تكرهه. أهل الكفر بيتكلموا عن القرآن في زمن النبي العدنان ما تجرؤوا ولا تكلموا في مثل عصرنا هذا. فقال له ماذا أقول؟ أقول إن هذا إلا سحر يؤثر. ده الكلمة اللي قالها الوليد بن المغيرة في القرآن. ولذلك الإنسان بيتعجب في هؤلاء الذين يزعمون أنهم على الإسلام ويطعنون في دين الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. هذا القرآن عظيم وصفاه الله تعالى بذلك، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ماذا يريدون من القرآن؟ يريدون أن تنزل قدسيته من قلوب المسلمين، فيطعنون في كتاب الله. ده مش بيطعنوا في سنة النبي، ده بيطعنوا في كتاب ربنا المنزل من السماء، حتى يضربوا المسلمين في مقتل في عقيدتهم في كتاب ربهم حتى لا يعملوا به. اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام تركتم فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي. دول لو راحوا هنعمل ايه؟ هنقول لربنا ايه يوم القيامة؟ سبحان الله. ولذلك القرآن عظيم، لا بد وأن تكون له مهابة في الصدور، والمسلم لا بد أن يعظم كتاب ربه سبحانه وتعالى. يا أخي ده الفلاح حتى لما يحب يعظم شيء يقول له تحلف على المصحف، تحلف على المصحف. ليه؟ لأنه بيعظم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لما تضيع هذه المهابة أين العقيدة وأين الدين؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.